إنه شهر شعبان أجمل سفير وأعظم بريد يحمل المؤمن فيه أعمالا صالحة لترفع إلى الله رب العالمين، ويصلي صلاة النفل ويصوم صيام النفل قبل رمضان حتى ترفع أعماله ويتهيأ قلبه وتشتاق نفسه. ولذلك بعض السلف الصالح كان يغلق حانوتا، كان بائعا يغلقه في رمضان، لا، كان يبدأ بإغلاقه في شعبان، وكان يجتهد في الطاعات. إن التفريط في شعبان يؤثر على الخشوع والروحانية في رمضان. العجيب أن هذا الشهر شعبان الذي سماه الحبيب شهر يغفل الناس فيه، يغفل الناس فيه أي أنهم ينشغلون بدنياهم، حتى أن العوام يسمونه قصير لأنه كان قصير بالنسبة لوصول رمضان. البعض معاشر الأحبة لا يتهيأ نفسيا لاستقباله، ولذلك يصاب بالفتور في أول رمضان. ولذلك أقول إن بداية أن تكون في رمضان مقبولا، وبداية أن تكون في رمضان خاشعا، وأن يوم أن يبدأ التقوى يعمر قلبك، بداية الإحسان في شعبان. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم، فلما سأله أسامة رضي الله عنه عن صيامه في شعبان، وشعبان ليس رمضان، قال إنه شهر يغفل الناس فيه ما بين رجب ورمضان، وأحب وشهر ترفع الأعمال فيه، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيها الأحباب، شهر ترفع الأعمال فيه. أعظم عمل في شهر شعبان أن تتأكد من صلاحية قلبك لرفع عملك. والله إن بعض القلوب فاسدة، وإن بعض القلوب مريضة، وبعض القلوب ممتلئة غل وحقد وبغض وحسد. بأي قلب تدخل رمضان إذا كنت هاجرا للمؤمنين أو قاطعا لهم؟ إن شهرا ترفع فيه الأعمال، وأخبرنا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن العمل يرفع إلا لصاحب الشحناء، إلا للمتهاجرين، إلا للمتقاطعين. شهر شعبان شهر الصلة، شهر شعبان شهر النافلة، شهر شعبان شهر طهارة القلوب، لأن الأعمال ترفع لعلام الغيوب. فإذا كان القلب مريضا ما رفع العمل. من أخطر المصائب التي تصيب المؤمن في كل عام أن شعبان يأتي ويخرج ولم يرفع أعمال العام كله. أعمالنا ترفع في كل يوم، وفي الحديث يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، ويرفع إليه جل وعلا عمل النهار قبل الليل، وهذا هو الرفع اليومي. الرفع الأسبوعي تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس فيغفر. لاحظ رحمة رب العالمين أنه يغفر لكل مؤمنين مسلمين ليس بينهما شحناء. إذن الشحناء سرطان، الشحناء تمنع رفع الأعمال في الخميس والاثنين. طيب ما رفع عملك في اليوم وما رفع في الأسبوع؟ أما تستفيد من الرفع السنوي في شهر شعبان؟ تلاحظون أن بعض الناس يدخل رمضان والنفس مشمئزة والصدر ضائق، والعبادة يتجرعها تجرعا، ويصلي الخمس الأوائل من رمضان، يصلي القيام، ثم يمرض، ثم يضعف، ثم يتقهقر، ثم يتراجع. أحد أسبابها تفريطه في الطاعات في شعبان. وأعظم طاعة قبل الصيام صيام البطن أن يصوم القلب. صوم قلبك من هذه الأحقاد، والشيطان قد احتل قلوب واحتل بيوت واحتل أفئدة، ولذلك تمر الطاعات ما تلذذ بها بعض الناس. يتلو القرآن ولا روح لتلاوته، يتدبره لا يستطيع التدبر، قلوب عليها أقفالها وأغلالها، والمفتاح في يد الشيطان. ولذلك في رمضان
صاحب الطاعة يفرح في العيد بدون أن يلبس جديد. إن لبس جديد جميل، لكن ثوب جديد مع قلب مريض ما ينفع. ولو غسل بدنه وغسل ثوبه لا بد أن يغسل قلبه. شعبان يجب أن لا يغفل الناس فيه، وسماه الحبيب شهر الغفلة. أحبابي، بعضنا يقول تحدث عن الصيام. نعم، كان الحبيب يصوم، لكنه كان عليه الصلاة والسلام أطهر عباد الله قلبا بأبي هو وأمي، عندما قال عليه الصلاة والسلام: شهر تعرض فيه الأعمال وأحب أن يعرض أو يرفع عملي وأنا صائم، لأنه يريد عليه الصلاة والسلام أن يملي على الكرام الكاتبين أجمل الأعمال يوم أن تضيق مجاري الشيطان. بعضنا صيام بطنه سهل، ممكن يصوم الاثنين ويصوم الخميس ويصوم يوما ويفطر يوما، لكنه عاجز أن يرفع الجوال ليتصل على رحم قد قطعه ولا على صديق قد هجره. هذا صعب، ولكن ممكن يجلس أبو فلان في المسجد 10 ساعات، لكنه لا يمكن أن يطرق بابا على قاطع هو بينه وبينه شحناء. لذلك أول وصية لأعمال شعبان: تأكد من طهارة قلبك واعمل صيانة عاجلة له حتى يرفع العمل. العمل الثاني الصيام، حتى يتدرب العبد على الطاعة، فإن الحبيب عندما صام والصيام نفل كأن رمضان صلاة الفريضة، وما سبقها من شعبان صلاة النافلة. ومن تهيأ للصلاة بنافلة قبل الفريضة كانت الفريضة أكثر خشوعا وأجمل طاعة. ولذلك البعض منا يزداد شوقه في رمضان للصيام لأنه قد ألفه، لكن بعضنا في أول يوم من رمضان لأنه ما كان يصوم صاد كراسه بقهوة، القهوة لاعب فيه، وتجد صدره ضائق وأخلاقه ضيقة، ومن حدثه النفر في وجهه واكبر. نقول له: أما لو ذقت لذة الصيام في شعبان؟ والحبيب كانت أم المؤمنين تقول: ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر أيضا حتى يقال لا يصوم. كان يصومه إلا قليلا. وما ورد في الحديث أن الحبيب في الصحيح صام شعبان كله، هذا لفظ أغلبي معناه أنه صام معظمه 29 28 20 يوما، وهذا يسمى كله. انظر على حرص الحبيب على صيام شعبان. ومن ثقلت نفسه عن صيام شعبان أو بعض أيام شعبان ستثقل نفسه في صيام رمضان. ولذلك البعض الصالحين وسلف الأمة يقومون رمضان وليس هذا أول قيامهم، ويصومون رمضان وليس هذا أول صيامهم، ويتصدقون في رمضان وليس هذه أول صدقاتهم، ويطعمون الطعام وليس هذا أول إطعامهم. إنما رمضان فريضة يقودك إلى عالم الطاعة والطهر.